الجولة 11 في استاد اسماعيلية، مباراة ما بين المصري والمقاصة في إطار مباراة. أمام حضراتكم التشكيل الحركي، آدي بقيادة طارق يحيى، تشكيل لفريق المصري البورسعيدي: أحمد مسعود في حراسة المرمى، أسامة عزب وويلسون وإسلام صلاح، محمد جمعة في الدفاع، السيد عبد العال ومحمد عادل في عمق وسط الملعب، في اليمين على شعبان، في الشمال أحمد داوود، أحمد رؤوف الرابع كمان. وصفرة البداية تنطلق المباراة على بركة الله بين أقدام لاعبي النادي المصري البورسعيدي صاحب الزي الأبيض. محمد جمعة في نص الملعب لمحمد عادل لويلسون، ويلسون أكاكبو لاعب غاني بالمناسبة. محاولة ناحية اليمين، يلعب الأمامية بمحاذاة الخط، ترجع تاني، والمحاولة والانطلاقة، وحمادة يحيى بيعدي، عدى دخل منطقة 18 خطيرة في الشباك الخارجية، في الشباك. أحمد داوود أشوفه اخترق وانطلق ودخل منطقة ال 18 وعدى من بين الاثنين من أحمد سامي ومحمود بازيد وسدد، رايح معاه مصطفى كمال. إنما ادي مرة تانية لعبها هي في الزاوية، واللعبة وحلوة في المكان الفاضي وشبه انفراد ومفيش تسلل، وانفراد ومفيش تسلل، انفراد ومفيش تسلل. يا راجل اتأخر كتير. حضراتكم انطلق وتقدم ودخل وعلى طول واتأخر. هنا كانت هنا يسدد، انما على طول. برافو احمد السيد، والله اسلام صلاح اسلم ليه احمد الشيخ العرضية، وعلى طول احمد مسعود يطلع ركنية دلوقتي ولا بعد شويه لغايه ما تمكن اسلام صلاح وابعد الكره من قدامه. وادي مره ثانيه محاوله والمرمى فاضي، والجول الجول 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 من النوادر يجيب اهداف. ادي هيك شو زحلقه كمان، الزحلقه مسعود، وعلى طول كان مع الكرة السيد حمدي، انما على طول هي كرة احمد السيد، ضربة الراس، والكرة هو كان بيأمن عليها السيد حمدي، لكن ايه ملعوبة من حسين الشحات، والراجل لوحده اتزحلق وكان راجع معاه مين؟ حمادة يحيى. انما حلوة مع الدقيقة 9 يتقدم المقاصة بهدف. اهي ده مقطوعة ومردودة من احمد سيد. محاولة مرة تانية وداوودة وسهلة عند الكرة الأمامية، وملعوبة مرة تانية وخطيرة ومفيش تسلل ومفيش أي حاجة. القائم يتعاطف. شوف دخل على طول، وعلى طول الشيخ، إنما يعني مش محظوظ ده والله. الشحات حسين الشحات مش محظوظ. الكرة الشحات ويلعبها ناحية الشمال لسعيد مراد، ينطلق ويصوب في الشباك الخارجية. لا طمعان المقص. شوف حضراتكم تصويبة قوية ترعب في الأصل. ادي النتيجة قدام حضراتكم، وادي الخطورة قدام حضراتكم، وادي احمد مسعود قدام حضراتكم، وادي الكرة داخل منطقة. ادي الكرة حط رجله، خلاص طلع احمد مسعود، وبينزل احمد حسين ياخد مكانه، يصوب المصوب، هنشوف من فيهما. والجول الثاني. المباراة هتشتعل، ستشتعل. بص شوف محمود بازيد الراجل صدها، انما اول اختبار يا جماعه، الراجل لسه نازل ولقي نفسه قدام كوره بيصدها ومفيش مدافعين يقظين. قلت لحضراتكم من بدايه اللقاء المقاصه بيلعب في العمق الدفاعي، هاني بيقطعها وبيرجعها حلوه كده لباسم اللي بيلعب، ومفيش تسلل وانفراد وجاب على رجله الشمال، هو عايز يجيبها عشان يسدد، وبيسدد. طمع فيها الهجمه. ادي هنا المحاوله العرضيه خطيره، ممكن جول. يا سلام يا مصطفى كمال، ممكن جول يقلص الفرق من حماده يحيى. مصطفى كمال قطعها عبد الله فاروق وتتلعب، ومرة تانية السيد حمدي. شوفوا الاختراق يا جماعة، ما بنقولش من عندنا كلام، الصورة هي الواقع. وادي انطلاقة، ويا سلام ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي بتعملوه ده؟ معقولة الكلام ده؟ لا شو القائم بيعمل ايه؟ شوف السيد حمدي، يا سلام يا سيد حمدي،
والقائم الايسر رد الكرة الاولى، والقائم الايمن يرد الكرة الثانية، واحمد الشيخ مش محظوظ كما هو حال حسين الشحات. لكن بقول لحضراتكم يعني مرتين متعاقبتين اعصابها مشدودة. بيلعب الكرة عالية داخل منطقة 18 وضربة الراس من ويلسون، انما بتروح ناحية اليمين. ملعوبة مرة تانية، مصطفى كمال واخد كورته ونزل على الارض بس لعبها، و 4 دقايق وقت محتسب تمام وتركيز تمام لفرقة أحمد الشيخ اللي دخل ال 18. وبصراحة بصراحة بصراحة كسر المقاصة مع ختام الوقت المحتسب بدل من الضائع. مشاهدينا الكرام، مشاهدي النهار الرياضة يطلق حكم اللقاء حسام الجلاد صفرة النهاية. وأجمل